السلام عليكم حبايبي، إن شاء الله تكونوا بخير دايمًا يا رب العالمين. النهارده هنعمل كنافة بطريقة جديدة، معايا هنا الحشوة بتاعتها، معايا جوز هند ومعايا سوداني وجايبة الصينية مبطناها دهناها كويس أوي بالسمنة. الكنافة زي ما أنتم شايفين لسه بالكيس بتاعها، كنافة طازة طرية جدًا، مش هينفع إن أنا لازم الكنافة ناشفة أو مفرّزة عشان أنا هاعملها صوابع، وهاجيب لِك إزاي تلفّيها بطريقة سهلة جدًا وبسيطة مش هتاخد معاكِ أي وقت. زي ما أنتِ شايفة الكنافة لازم الكنافة تبقى قطعة واحدة طويلة كده على بعضها. هاورّيكِ إحنا هنعملها إزاي. أنا هاجيب المقص وقصّيت قطعة فردتها زي ما أنتِ شايفة. بادّيها رشّة بسيطة جدًا من السمنة. ممكن بدل السمنة تحطّي مَيّة بس بتعجِّن معاكِ وبتبقى وِحشة، لكن الطريقة دي جميلة أوي وسهلة وبسيطة. أنا رشّيت رشّة بسيطة جدًا. أنا دلوقتي هابدأ أحُط المكسّرات، سوداني، جوز هند، اللي أنتِ تحبّيه، معاكِ فستق، اللي أنتِ عايزاه. ما بافضّلش أحُط زبيب خالص في الكنافة. باحس إن هو بيبقى طعمه مش حلو، وعلى حسب راحتِك وعلى حسب اللي أنتِ تحبيه. زي ما أنتِ شايفة أنا باقفّل من تحت الطرفين مع بعض، وبعد كده أبدأ ألفّها بميل كده عشان خاطر تتلف معايا وتبقى محكمة القفل. أنا بالِف الإيد ثابتة، وإيد بتلِف معايا بتثبّت الكنافة عشان خاطر ما تتفكِّش منّي ولا تتهروِل. زي ما أنتِ شايفة كده طريقة سهلة وبسيطة، بالِفّها رول. بتبقى طويلة أوي على طول الصينية، وأحطها أثبّتها في الصينية، وبعد كده بنقطّعها بعد ما تستوي، على حسب ما أنا عايزة حجم الصابع. زي ما أنتِ شايفة هي كده اتلفّت معايا، هاثبّت بس الأطراف، وأول ما أحطها في الصينية وأثبّتها، بالزق التانية فيها وباكمّلها بنفس الطريقة، يعني عشان خاطر تكمل معايا زي ما أنتِ شايفة خط طويل وباقطّعها. برضه جِبت أهوّة بمقاس، أنا مقطّعة الكنافة كلّها مقاس واحد عشان خاطر تبقى معايا سهلة. بافرّدها كده عشان خاطر ما تبقاش فيها حاجة متلكلكة على التانية، ولو في حتّة أنا يعني عاملة باكمّل، باجيب عليها حتّة كنافة وأحطّها عليها عشان خاطر تبقى كلّها نفس المستوى. زي ما أنتِ شايفة بارشرش عليها برضه. أنا جِبت واحدة تاني عشان أورّيكِ الطريقة، قد إيه هي سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت معاكِ خالص. باحط برضه أهوّة أنا حاطة سوداني بس في الحشوة دي، وبالِفّه برضه وباقفّل الطرفين اللي من تحت خالص، وأبدأ ألِف بميل باحط المكسرات في ناحية ناحيتي، والناحية الفاضية من ناحية جوّه. زي ما أنتِ شايفة، أهوّة أنا برضك بدأت ألفّها، طريقة سهلة وبسيطة وما بتاخدش معايا أي وقت ولا أي مجهود. فعلًا قد إيه بتبقى جميلة وسهلة وحلوة. لازم الواحد يغيّر في طريقة الكنافة وفي طريقة عملها عشان خاطر ما نزهقش يعني من الحاجة ويبقى معانا أصناف كتير. زي ما أنتِ شايفة أهيّة لفّيتها بكل سهولة، ما بتاخدش وقت ولا أي مجهود. باحطها جنب اللي أنا عاملاها في الأول وألزّقها، ما باخلّيش أي فراغ خالص. باكمّل الكمية كلّها بالطريقة دي، بالمنظر اللي أنتِ شايفاه دي، هاكمّلها وأرجع لِك تاني بعد ما أكمّلها. دلوقتي خلاص زي ما أنتِ شايفة أنا كمّلت الكمية كلّها وحطيتها بسم الله ما شاء الله. هنبدأ بقى دلوقتي نرشرش عليها طبقة من السمنة حلوة أوي، بحيث إن هي تتشبع أوي وتاخد لون دهبي من فوق. زي ما أنتِ شايفة بالفرشة بطريقة سهلة خالص وبسيطة. هي كده جاهزة معايا، أنا مش هاقطّعها. أنا بعد ما كمّلتها ولفّيتها صوابع سِبتها شوية في الهوا تنشف معايا عشان خاطر تاخد وضع الصوابع اللي هي فيه ده. وبعد كده بقى إيه، زي ما أنتِ شايفة يعني سِبتها ممكن ربع ساعة أو 10 دقايق على حسب الهوا اللي عندِك أو الجو. وبعد كده دلوقتي نزّلت عليها السمنة كويس أوي، غلّفتها زي ما أنتِ شايفة. هاحطها في الفرن وأرجع لِك تاني بعد ما تستوي. كده خلاص هي جاهزة معايا، هاحطها في الفرن وأرجع لِك. دلوقتي الكنافة بعد ما رجعت بسم الله ما شاء الله، أنا حبيت إن هي تاخد لون غامق شوية عشان خاطر بيبقى لونها دهبي كده وجميل بعد ما أنزّل عليها الشربات. لو لونها أفتح من كده بتبيض معايا وبيبقى شكلها مش حلو ومش لطيف، لكن كده جميلة أوي، لون جميل عاجبني. هي بس احمرِّت شوية في الأطراف اللي من برّه دي، بس أنا باقطّعها بالراحة كده وأشيلها مش مشكلة. بسم الله ما شاء الله سهلة أوي وبسيطة. باغرّقها كويس أوي بالشربات. الكنافة معايا الشربات بارد الكنافة سخنة طالعة من الفرن على طول. بسم الله ما شاء الله باغلّفها زي ما أنتِ شايفة، بحيث إن هي تتشرّب كويس أوي. هابدأ أميّل الصينية في الاتجاهات على حسب الشربات عشان تاخد الشربات من كل الاتجاهات. هي بتشرب الشربات معايا بسرعة أوي، وباسيبها لمّا تبرد خالص وبعدين أبدأ إن أنا أقطّعها. لو أنتِ حابة إن الكنافة تبقى طرية بعد ما عملتيها كده، غطّيها بصينية وسيبيها وهي تبقى طرية معاكِ. عايزاها ناشفة ومقرمشة، سيبيها مكشوفة. إحنا دلوقتي هنبدأ نقطّعها مع بعض. بسم الله ما شاء الله هاورّيكِ قد إيه هي جميلة أوي، وقد إيه الصوابع طالعة زي
يعني حسب التقطيعة زي ما أنتِ تحبي، مقاس الصوابع زي ما أنتِ تحبيها، بسم الله ما شاء الله بتبقى جميلة. يعني الكمية اللي أنا عملتها دي بنُص كيلو كنافة، يعني مش مثلًا بسم الله ما شاء الله وعامل كمية كبيرة. ما كلّفتش حاجة يعني ما شاء الله، حتى السمنة ما خدتش سمنة كتير، لإن أنا ما غلّفتش سمنة الكنافة زي الكنافة العادية أو الصواني، هي بس الحبّة اللي أنا حطيتها من فوق وخلاص. زي ما أنتِ شايفة أنا دلوقتي باقطّعها، حاجة جميلة سهلة ما خدتش وقت خالص ولا أي مجهود، يعني ما شاء الله سريعة أوي. لو أنتِ حابة تعملي أي حاجة بسرعة يبقى هي الكنافة هي اللي تنقذِك. ليها أكتر من طريقة وأكتر من شكل ممكن تعمليها بيه، أشكالها كتير أوي متعددة. ما بتاخدش أي وقت ولا أي مجهود، وفعلًا محبوبة أوي، بيبقى طعمها جميل، وفي نفس الوقت بتبقى خفيفة ما كده. أنا دلوقتي هابدأ إن أنا أطلّعها قدّامِك وأقدّمها لِك وأورّيكِ قد إيه هي جميلة، والصوابع بتاعتها بسم الله ما شاء الله حلوة أوي. شايفة الصابع عامل إزاي ما شاء الله. أتمنى إن الوصفة دي تعجبكم، وأتمنى إن أنا ما تنسوش تحطّوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعّلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أتمنى إن أنتم تنفّذوها، وإن شاء الله بإذن الله وصفات أحلى وأحلى. وإن شاء الله بعد كده هنبدأ نقدّم بقى مخبوزات العيد والحلويات بتاعة العيد، البسكوتات. إن شاء الله بإذن الله تعجبكم، هاجيبها لكم بطريقة سهلة ووصفات سهلة جدًا وبسيطة، ومقادير سهلة ومتوفرة في كل بيت. وأتمنى إن الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تحطّوا لايك. أي حد عنده استفسار أو أي comment ممكن يسيبه لي تحت في الكومنتات وأنا هارُد عليه. زي ما أنتِ شايفة فعلًا جميلة أوي، حاجة مشرّفة شكلها جميل، زي ما بتجيبيه من عند الحلواني، مش محتاجة أي مجهود، ما كلّفتنيش أي وقت خالص. شايفة المنظر قد إيه جميل، فعلًا ما شاء الله حلوة أوي ولذيذة. آآ ما أقولكيش، أتمنى إن الوصفة تعجبكم وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.